السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم من جديد. في البداية فضلا وليس أمرا لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديو. توقعات بوفاتها اختفاء الفنانة رولا محمود في ظروف غامضة ببريطانيا. لست بخير على الإطلاق. الأعراض الخفيفة التي عانت منها خلال الأيام الماضية تزداد سوءا في الوقت الحالي. هل يعرف أي شخص ما هو المستشفى الذي يجب أن نختبر فيه فيروس كورونا؟ بتلك الكلمات أعلنت الفنانة المصرية رولا محمود صاحبة 43 عاما في شهر مارس الماضي إصابتها بفيروس كورونا أثناء تواجدها في مقاطعة إكسفورد البريطانية شمال غرب لندن. وحاولت إحدى الجرائد المصرية التواصل مع عدد من المقربين للفنانة رولا محمود، ولم يكن هناك سوى الفنانة نهى العمروسي التي قالت إنها لا تعرف عنها شيئا منذ إصابتها بكورونا. وحتى نقابة المهن التمثيلية أعلنت أنها ليست عضوا بالنقابة ولا توجد لديهم وسيلة اتصال بها. وبالفعل تم التواصل مع عدد من المقربين لها في بريطانيا، وكان على رأسهم صديقها وئام عربي الذي أوضح أنه فحص كافة المستشفيات التي تقع في المقاطعة ولم يسفر بحثه عن شيء، ولا يوجد أي مريض داخل المستشفى باسم رولا محمود. وأشار إلى أنه لا يعلم شيئا عما حدث لها طيلة الأشهر الماضية. وفجر صديق آخر مفاجأة كبرى بتوقعه أن تكون رولا قد توفيت بالفعل بسبب فيروس كورونا، في ظل حالات الوفاة العديدة التي تشهدها بريطانيا منذ فترة، قائلا: حاولت الاتصال برولا أكثر من مرة عقب إعلانها إصابتها، وظل هاتفها يرن لفترة، كما أن تطبيق الواتساب كان يستقبل الرسائل، ولكن بعد فترة توقفت الحياة فيهما. ولكن توقعي بما أني أعيش في إنجلترا وأعلم بما حدث في تلك الفترة هو أن الفنانة قد توفيت خلال فترة موجة كورونا، والتي كان يجرى فيها دفن الحالات المجهولة سريعا في مقابر خاصة. وهذا الخبر تصدر الجرائد المصرية في الأكثر قراءة. نسأل الله عز وجل أن يرحمها ويغفر لها إذا كان توفاها الله. وهل تتوقعوا، هل هي ما زالت على قيد الحياة أم انتقلت إلى جوار ربها؟ نلقاكم على خير وإلى اللقاء.